صباح الخير. انا عملت مصيبه. بصوا برطمان السكر وكان فيه سكر، بدل ما احط الشاي في علبه الشاي حطيتها في برطمان السكر. مش عارفه اعمل ايه. جبت معلقه وهحاول اتلافى من فوق كده واحط هنا. الحمد لله ماما ما شافتنيش. هصلحها. حاولت اصفيه بالمصفى، منفعش، نازل فيه سكر. بصوا هما فاضلين الشويه دول، فاخليهم كده نتلافى منهم مع بعض ميكس، زي الكزبره والكمون كده لما بيكونوا مع بعض في برطمان يبقى سكر وشاي. هو عادي يعني انا ممكن اشتغل عادي، بس انا هخليه خلاص يعني هرميه، حرام يا جماعه ده سكر وشاي. هخليه هتعامل معاه معامله الكزبره والكمون مع بعض، تلافى منهم يعني كده في الكوبايه على طول ميكس. الحمد لله. ما ينفعش ادخل المطبخ بصراحه غير لما اكون مصحصحه ومركزه بعد الحركه اللي انا عملتها دي. غسلت برطمان السكر. يلا بقى عشان انا عايزه افطر بصراحه. حمرت بطاطس، جبت العيش بتاعي، العيش المصري بتاعنا، هحشيه بطاطس. حطيت عليه كاتشب، واحط عليه خيار مخلل وفلفل اخضر مخلل في الاتنين. اوكي. وعشان عارفين اني بحب السندوتشات متحمصه فانا هحمصها وهدي النار شويه لان شكل الطاسه سخنت جامد معايا. لينا بقى كوبايه شاي من السكر والشاي بتاعتنا دول كده. حطيت النعناع، نصب بقى. الله، طلع تحفه. احلى كوبايه شاي. فطاري جاهز. وده كان فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو لايكات كتير قوي وشير كتير قوي واشتراك في القناه، وما تدخلوش المطبخ غير وانتم مصحصحين عشان ما تعملوش اللي انا عملته ده. لايكات يا جماعه، لايكات لايكات بقى، ونتقابل فيديو جديد وصفات جديده، وبحبكم قوي قوي قوي. سلام.